بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني عشر من القسم العلمي، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من الحصص الغير متزامنة. موعدنا النهاردة مع الحصة الغير متزامنة رقم 10 اللي بنشتغل فيها على قواعد الاشتقاق. بنتابع مع بعض قواعد الاشتقاق. حصتنا النهاردة هتكون على تمارين على معادلة المماس لمنحنى دالة ومعادلة العمود عليه عند إحدى نقاطه. احنا قبل كده يا شباب درسنا معادلة المماس ومعادلة العمودي لمنحنى دالة F عند أي نقطة عليه A و FA. نشوف مع بعض اللي كنا درسناه أهو. معادلة المماس لمنحنى دالة وليكن F عند إحدى نقاطه. لو اخترنا ان النقطة احداثياتها الاحداث السيني A، اكيد الاحداث الصاد لها هيبقى الصورة بتاعتها اللي هي FA. وتكون معادلة المماس كالآتي: Y ناقص FA كالعادة اهو بتساوي المشتقة عند العدد A في الإكس ناقص A. المعادلة دي ممكن ان انا اشيل دي مرة واحدة وانقلها على الطرف الثاني واخلص من هذا القانون بالشكل اللي انا هعمله معاكم في الاخر، ده اللي انا هستخدمه. واي على طول بتساوي المشتقة عند العدد A اللي هو الميل بتاع المماس في اكس ناقص A زائد FA، ونخلص زائد الصورة. يبقى الصورة دي هي اللي هعوض فيها عشان اجيب معادلة المماس مباشرة. طيب معادلة العمود عليه يا أستاذ؟ يبقى تعال نشوف معادلة العمود على المماس. معادلة العمود على المماس عند نفس النقطة، عند النقطة A والFA. A. تعال نشوف معادلة المماس عند هذه النقطة هتبقى ايه، وهنستخدمها على طول من الشكل ده اهو. احنا قلناها قبل كده، هتبقى واي بتساوي -1 على المشتقة عند العدد A يعني مقلوب النظير في الإكس ناقص A زائد FA. هي الاختلاف فقط في الميل، والباقي كله زي ما هو. الميل المماس يبقى المشتقة عند العدد A، يبقى ميل العمودي مقلوب نظير المشتقة يعني -1 على المشتقة. تعال نشوف السؤال الأول. السؤال الأول بيقول لي أوجد معادلة المستقيم العمودي لمنحنى الدالة y بيساوي تان x عند النقطة B التي إحداثياتها باي على 4 و1. طب احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ان انا اجيب المشتقة عندما اكس بتساوي باي على 4 اللي هي المشتقة عند الايه، والصورة عندي معروف ان هي 1. يبقى النقطة هو عطاها لي اهي، ادي النقطة اللي بنعتبرها A والاف A اهي. يبقى ادي الايه والاف A، يبقى عرفنا ان الايه قيمتها باي على 4 والاف A قيمتها بواحد. تمام. هو ايه؟ هو عايز معادلة العمود. طب معادلة العمود قدامك، يبقى -1 على المشتقة عند الايه، يبقى انت لابد انك تشتق التان وتعوض فيها بالباي على 4. تعالى نجيب مشتقة التان ونعوض فيها بالباي على 4. يبقى اول حاجة عندي واول خطوة في الحل اهي الحل. اف داش او واي داش اف داش اكس اللي هي الواي داش يعني مشتقة التان. مشتقة التان، اوعى تنسى المثلث اللي احنا عملناه لك قبل كده اهو. هنا تان وهنا سيكنت وهنا سيكنت اكس، وما فيش هنا حرف السي، يبقى هنا الإشارة كلها موجبة. وانت عايز مشتقة مين؟ مشتقة التان، تغطيها وتضرب الاتنين بالإشارة اللي موجودة، يبقى المشتقة بتاعت التان بسيكنت تربيع الإكس. يبقى سيكنت
تربيع الإكس. طب أنا عايز أحسب المشتقة عند الباي على الأربعة، يبقى هنبدأ نعوض بالإيه اللي هي قيمتها باي على الأربعة. هنحصل على المشتقة عند الباي على الأربعة، دي هتطلع اللي هو الميل سيكنت تربيع باي على الأربعة، وده هيساوي. نعمل ايه؟ نجيب الآلة الحاسبة بتاعتي. طب وفين السيكنت اللي موجودة على الآلة الحاسبة؟ مش موجودة، بس انا عارف ان السيكنت مقلوب الكوزاين. طب انا هعمل ايه يا استاذ؟ حاجة اقول له 1 على كوزاين، 1 على كوزاين، وبعد كده تبقى كوزاين تربيع وباع على 4. طب في مشكلة ايه؟ انك لابد ان انت تحول الآلة الحاسبة الى الراديان. يعني الاول شيفت مود 4، شيفت مود 4 يا شباب ما ننساهاش. وادي السيكنت مقلوب الكوزاين، يعني نحط شرطة كسر البسط 1 وننزل تحت، وتقول لي كوزاين وتقول لي باي على الأربعة، يبقى كسر اهو باي. الباي هنا بتتكتب يبقى بالايه؟ مع الشيفت. وادي الباي، وتنزل تحت وتكتب 4 وتروح يمين وتقفل القوس وتحط تربيع والطج يساوي، هتطلع ب2. يبقى الميل بتاعي يا شباب اللي هو مين؟ ميل المماس وليس العمودي. الله يهديكم، ميل المماس. إذن ميل المماس بتاعي طلع بيساوي 2. عرفنا ميل المماس. طب ميل العمودي يعني ما خلاص، ما هو -1 على 2. أقول له إذن معادلة العمودي. نكتب القانون. واي بتساوي، تونا كاتبين القانون، -1 على المشتق عند العدد A في x ناقص A زائد FA. يبقى الواي بتساوي -1 على 2 يعني -نص في x ناقص A اللي عندي اللي هي باي على 4، x ناقص باي على 4 زائد FA اللي هي ب1. سبت المعادلة بهذه الصورة، ما عنديش مشكلة. لو وزعت السالب نص ما عنديش أي مشكلة، وهي دي المعادلة المطلوبة مني اللي هي معادلة المستقيم العمودي لمنحنى الدالة. طب نشوف سؤال تاني. السؤال التاني اللي هناخده في هذا الجزء برضو حاول أن تحل رقم 3 صفحة 102، واللي أوجد معادلة المستقيم العمودي لمنحنى الدالة y بتساوي سيكنت x عند النقطة F اللي هي باي على 3 إحداثيها السيني و2 اللي هي الصورة بتاعتها، اللي هم برضو هنعتبرهم آدي ال A وآدي ال FA عشان تبقى فاهم الموضوع. وبرضو محتاج معادلة العمود. يبقى الحل إيه؟ أول حاجة نجيب الميل. طب هنجيب الميل منين؟ يبقى هنجيب المشتقة. هنجيب المشتقة ازاي؟ يبقى مشتقة السيكنت. يبقى الواي داش هتساوي مشتقة السيكنت، تبدأ بحرف الاسم لا تبقى موجبة، والسيكنت بالتان في سيكنت، يبقى سيكنت اكس مضروبة في تان اكس. تمام. طيب سيكنت اكس في تان اكس نجيب المشتقة عند الباي على 3. أقول له إذن المشتقة بتاعتي عندما x تساوي باي على 3 هتساوي سيكنت باي على 3 مضروبة في تان باي على 3. ونبدأ نجيب هذا المقدار بالآلة الحاسبة برضو زي ما اشتغلنا من شوية. السيكنت باي على 3 يبقى ادي مقلوب الكوزاين برضو، يبقى ادي 1 وانزل تحت كوزاين باي وانزل تحت وقول 3 وروح يمين وسكر القوس واطلع بره خالص عشان ديت السيكنت مضروبة في التان باي على 3. يبقى تان وهتفتح الكسر بتاعك ادي باي وانزل تحت وقول لي 3 وروح يمين واقفل القوس وطج يساوي. بس انت طبعا متأكد ان قالتك على الراديان، هيطلع الميل بتاعي بيساوي 2 جذر 3 اهو.
طلع الميل بيساوي 2 جذر 3، يبقى مباشرة هكتب له أقول له إذا ميل العمودي القانون بتاعه y بتساوي -1 على المشتقة عند ال A في x ناقص ال A زائد ال FA. يعني ال y بتساوي اللي هو ده بيساوي -1 على المشتقة، يبقى -1 على 2 جذر -1 على 2 جذر 3 في x ناقص ال A اللي هي باي على 3 زائد ال FA اللي هي 2. وبعد كده لو حابب برضه تفك القوس انك توزع -1 على 2 جذر 3 ماشي، ما وزعتهاش انت ده المطلوب منك بهذه الصورة. وبكده يا شباب يبقى وصلنا لنهاية الحصة الغير متزامنة رقم 10، وإن شاء الله نلقاكم في الحصة الغير متزامنة رقم 11. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.